السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة سيدات البيوت. إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة المرجو الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد فور نزوله، يعني من فيديوهاتي طبعا. ما عرفتش انا علاش الفيديو الاخراني يعني ما وصلوش الاشعارات للمشتركين، ما عرفتش انا علاش، شنو كان المشكل. يعني حتى انا الفيديو ما تشافش، يعني درت طريقه ديال تنقيه الخرشوف بطريقه يعني مبتكره وسهله وكتكسبك الوقت، وكذلك الطريقه ديال طياب الخرشوف كيجي بواحد الطريقه رائعه وبنين. ولكن للاسف الفيديو ما تشافش، ما فيه المشاهدات قليله، وكذلك حتى اللايكات يعني كانت قل من المشاهدات. يعني كنتمنى تخليو لي لايك على اي فيديو يعني شفتوه، لان انا ما عرفتش شنو هو المشكل عندي في الفيديوهات ديالي، لانهم ما كيطلعوش في اليوتيوب وما كيتشافوش، وهذا راجع لللايكات. اما الفيديو الاخراني فحتى الاشعارات ما وصلوش، ما عرفتش اشنو هو، يعني اشنو المشكل اللي كان. كنتمنى تخليو لي لايك كي قلت لكم على اي فيديو، يعني فضلا وليس امرا، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وباحوال جيده. وصفتي ان شاء الله اليوم غادي ندوزو الوصفه اللي هي طريقه صباغه الشعر باللون الذهبي، يعني اشقر ذهبي. وصفه رائعه وكذلك ناجحه، وكتعطي واحد اللون زوين في الشعر، يعني بدون يعني تمشيو عند الكوافوره او تشريو الصباغه يعني باهظه الثمن. يعني هذه بالضبط الناس اللي كيبغيو الوصفات نتاع الوصفات المنزليه. ان شاء الله غادي نشرحوا في بدايه الوصفه واشنو كيخصنا فيها. هنا عندي بيوكسون، يعني كريم ديال الاكسجين نمره 9. عندي كذلك خل التفاح، يعني هاد المكونات اللي غنذكر لكم دابا راه ضروريه، وحده كتكمل الاخرى. هنا عندي يعني واحد المعلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، والاحسن انكم الخرقوم تكونوا يعني نتوما ماشي يعني داك اللي مشري من الحانوت يعني كيكون مغشوش، يكون خرقوم بلدي. انت طحنتيه يعني عند يعني شريتيه وطحنتيه يا اما في الدار اولا في المطحنه. وكذلك كيخصنا هنايا زبده الكاريتي، لكن زبده الكاريتي يعني غتكون وصفه ما بعد هاد الوصفه. كذلك عندي هنايا واحد عصير ديال نصف حامضه، كي كتشوفوا عصير ديال نصف حامضه تكون شويه كبيره. وعندي هنايا اي كريم مرطب ديال الشعر ديالك، كتستعملي كريم مرطب ولا جل اولا زيت ماشي مشكل، يعني حتى الا ما توفرش عندك هذا الكريم ممكن تستعمل زيت الزيتون او شي زيت يعني كتستعمليها للشعر ديالك مورا كل حمام، المهم يكون مرطب، هذا هو الاهم. بالنسبه لزبده الكاريتي يعني حنا غادي نخليوها حتى نستعملوا هذه الوصفه للشعر. انا غادي ناخذ اولا زبده ديال الكاريتي، غادي ناخذها غنقول لكم كيفاش تستعملوها. يعني اي يعني خديتو اي صباغه خديتوها يعني باش تصبغوا بها الشعر ديالكم، كتلقاو معها هذوك الساشيات ديال ترطيب الشعر باش ما يتحرقش لنا الشعر ديالنا. تماما نفس الشيء هنايا زبده الكاريتي وزبده الشايه معروفه بهذا الاسم هي هذه. انا غادي نوريكم المباراج ديالها، ولا يعني فاش كتشري يعني كتشريوها اغلبيه عند دوك الافريقيات، يعني عند افارقه راه كتباع، وبزاف اللي يعني ساكنين في مراكش راه موجوده بزاف، وراه بزاف البنات كيستعملوها حيت كتستعمل لوجه للشعر، يعني راه رائعه ومهمه كذلك. يعني هي راه من افضل الحلول للشعر الجاف والاجعد، وكذلك التاليف والمتقصف في الاطراف، وهو الترطيب العميق للشعر. هذه من افضل الاشياء من افضل الاشياء والترطيب العميق للشعر اللي يعني كي قلت التقصف والشعر الجاف التالف. يعني بلا ما نبقاش نعاود الهضره حيت انا في هذه القاعده، وكاين شي بنات يقولوا لي في التعاليق راه كتعاودي الهضره بزاف، فسمحوا لي يعني راه بالخلاط كنسى راسي كنبغي نشرح واحد الشرح عميق. المهم هذاك الشيء علاش قلت لكم غنقدم لكم هذه الوصفه ديال الترطيب من زبده الشايه، لانها غنيه بالدهن. يعني هاد زبده الشايه راه غنيه بالدهن المشبعه، وكذلك الاحماض الدهنيه التي تغذي وترطب الشعر، راه مفيده جدا للشعر. يعني هي كتكون هكذا. يعني انا غادي اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي ندفيها، يعني نخشاها في الميكرووند ولا نديرها في حمام مائي حتى تذوب ليا مزيان. هذه كي قلت لكم ما غاديش نستعملوها دابا، غادي نستعملوها من بعد ما نستعملوا الوصفه.
بالنسبه للطريقه ديال الوصفه سهله بزاف. غناخذ انا هنايا واحد الملعقه، سمحوا لي، انا غناخذ واحد الملعقه وغادي نستعمل هاد الخرقوم. يعني هنايا معلقه كبيره عندي ديال الخرقوم. بالنسبه للخرقوم انا خديت معلقه كبيره. نتوما غتضاعفوا المكونات كامله على حسب طول الشعر وعلى حسب يعني الكثافه ديالو. كذلك غناخذ كريم مرطب. بالنسبه للكريم قلت لكم ممكن تستعملوا حتى زيت الزيتون. انا غناخذ هنا واحد 2 معالق يعني من هذا الكريم المرطب. عندي هذا ديال ضوف. وكذلك غنستعمل ناخذ الحامض، الليمون الحامض. الليمون الحامض معروف عليه انه كيفتح لون الشعر وكذلك كيخلصنا من قشره الشعر. يعني حتى اللي عنده القشره غادي تنفعو. هنا غادي ناخذ كذلك خل التفاح، راه حتى هو مهم، واحد 2 معلقات. وكذلك غادي ناخذ كذلك غادي ناخذ هاد البيوكسون او الاكسجين النمره 9. بالنسبه للاكسجين فهو كينشف الشعر بزاف، هذا معروف عليه. لهذا انا استخدمت زبده الكاريتي وكذلك استخدمت يعني الكريم المرطب باش يعني ما ينشفش لينا الشعر ديالنا بزاف. وبالنسبه لي خافوا انه يخرج لهم على شعرهم ولا الشعر يتساقط، فما يخافوا والو، لان هاد الوصفه اللي غادي نديرو من بعد يعني ما نستخدموا الصباغه. راه معروف على زبده الشيا انها اذا درت في الاطراف ديال الشعر وكذلك في الفروه انها كتمنع التساقط. غادي نستعمل انا تقريبا واحد 2 معالق كي كتشوفوا صغار. وغادي نحاول انني نخلط كاع هاد المكونات اللي عندي هنايا. الا جاوني يعني المكونات ناقصين فغادي نزيد الكركم، واذا كانوا جاوني قاصحين فغادي نحاول انني نزيد غير خل التفاح. خل التفاح راه كينشط الدوره الدمويه في فروه الراس وكذلك كيحميه من القشره ومن التساقط كذلك. يعني انا كي كتشوفوا راه جاني الخليط شويه عاقد لان هاد الخرقوم بدا كيتشرب هاد المواد، فانا غادي نبقى نزيد بشوي بشوي. انا كيف ما كنت قلت يعني خل التفاح من الاحسن تاخذوا شي حاجه شي ماركه زوينه اللي تكون يعني من عند عشاب او من عند عطار، يعني يكون هو مصوبه راسو. ما تاخذوش يعني ديك المصنعه اللي كتكون في كبيت واقيلا شويه زايد. بالحق راه مازال غادي يتشرب. كي تشوفوا راه هذه هي معلقه يعني قداش كانت، غير صغيره، غير يعني معلقه وحده كبيره. وشوفوا شحال ولا، لان الخليط كيبقى داك الخرقوم كيبقى كيتشرب ديك المواد وفي نفس الوقت كيعقد. كي كتشوفوا هذه هي الوصفه ديالتنا ديال اليوم. هذه الوصفه كيف ما قلت بالنسبه اللي بيتخلى على هذا البيوكسون فالوصفه غادي تحتاج منه يعني وقت طويل. يعني غتخصك تعاوديها تقريبا واحد 6 7 حتى 8 ديال المرات على حسب يعني الغمقان ديال اللون ديال شعرك. هادشي الا كنتي بغيتي تخلعي على هذا البيوكسون وخفتي على شعرك اولا شعرك كان جاف بزاف، يعني راه ما كنصح به الشعر اللي جاف بزاف. يعني مازال الشعر الدهني يلا غادي ينشفو، يلا غادي يجي هو هذاك. بالنسبه الا كنتي غادي تستعملي بيوكسون في الوصفه فالوصفه غادي تطلب منك انك تعاوديها واحد 3 4 الخطرات باش انها تعطيك هذاك اللون الاشقر الذهبي ماشي النحاسي عفوا، لانني فت حطيت وصفه ديال النحاسي. فقلت لكم غتعاودوها واحد 3 حتى ل 4 ديال المرات. بالنسبه للطريقه غادي تعملوها على الشعر ديالكم يعني كله نتوما كتجبدوا يعني من الاعلى للاسفل، وانتوما كي قلت لكم كتجبدوا في شعركم. ومن بعد غادي تستعملوا يعني الورق الالومنيوم على الشعر ديالكم ولكن ما تحاولوا انكم ما تخليو حتى شي بلاصه باش ما تجيكمش بلاصه يعني شاد فيها اللون وبلاصه لا ما يجيش الشعر مبرقع. غتستعملوها في الشعر ديالكم كامل وغادي تخليوها. ضروري ما غتعملوا واحد البنيه يعني من بعد ما تعملوا البلاستيك غذائي او لا تعملوا من الاحسن يعني
بابي الومنيوم هو اللي تستعملوه باش تشد الوصفه، وتخليو تقريبا واحد الساعه ونص حتى لساعتين في شعركم من بعد تغسلوه. وهاد الوصفه راه ما غاديش تعطيكم من النهار الاول يعني النتيجه، غتبغيكم تعاودوها تقريبا كي قلت واحد 3 حتى ل 4 ديال الخطرات باش تعطيكم داك اللون اللي نتوما باغيينو. تنتمنى تعجبكم الوصفه. قبل يعني ما ننساش انكم تذوبوا هذه، يعني كي غتغسلوا شعركم كي غتغسلوا الوصفه من شعركم ضروري انكم تستعملوا هذا الزيت وشعركم باقي يعني فازك، يعني غادي نشفوه غير بالفوطه ويكون باقي سارد، وغنستعملوا يعني غندوبوا زبده الشايه وغادي نستعملوها على الشعر كذلك من الفوق حتى لتحت، من الفوق حتى لتحت، وغادي نخليوها تقريبا على الشعر واحد 15 دقيقه، عاد من بعد نعاودو نغسلوه غسله ثانيه. هذا مكان. ومن بعد ضروري كنصحكم فاش تغسلوا ثاني تستعملوا اي كريم مرطب كتستعملوه او تدهنوا باي زيت باش ما ينشفش لكم الشعر ديالكم. يعني هذه هي الوصفه اللي ان شاء الله غادي تعطيكم واحد النتيجه زوينه للشعر ديالكم اللي بغات تصبغوا. تنتمنى يعجبكم الفيديو، خليوا لي لايك الى عجبتكم هذه الوصفه، وشكرا على المتابعه.